دلوقتي حضرتك بقى سيب النادي يقعد يفكر شويه، لانه دلوقتي مين البديل؟ حط حسام البدري، حط عماد النحاس، هات علي ماهر. قصه علي ماهر وعرفتها من اللحظه الاولى، لانه انا اول ما حد بلغني على طول رحت متصل بكل الاطراف بلا استثناء. يا جماعه علي ماهر راح النادي الاهلي، راح النادي الاهلي. ايه القصه؟ علي ماهر كان بيعمل حاجه في الشهر العقاري، راح شهر عقاري قريب شويه من النادي الاهلي، لقى زحمه، كلم الراجل بتاع الشهر العقاري بتاع النادي الاهلي، راجل محترم جدا، قال له لو في فرصه، قال له يا كابتن في فرصه اتفضل. راح عمل الورق اللي هو عايزه وراح متكل على الله مروح. دي قصه علي ماهر. النادي الاهلي ممكن يفكر فيه بعد كده، هم احرار، لكن انا بقول لك قصه كابتن علي ماهر، لانه في ناس وبعدين قعد وبعدين اتفقوا على كذا وبعدين علي طلب كذا، ما حصلش اصلا قعده، ما حصلش تواصل. وعايز اقول لك بس معلومه مهمه، الاهلي لما بيجي يتفاوض مع مدرب ما بيتفاوضش معاه داخل النادي، حاجه زي دي بتبقى شويه بره النادي لحد ما يخلص. لكن علي مدرب هايل، مدرب هايل، مدرب محترم، مدرب محترم. حسام البدري مدرب هايل، مدرب عظيم، مدرب كبير، مدرب كبير. التوجه داخل النادي الاهلي ايه؟ مدرب اجنبي. قد يكون في مدرب مؤقت لعده ايام، لكن الاهلي بيسعى تماما ان يكون في مدرب اجنبي في فتره التوقف.